رئيس الجزائر الشمالية الرئيس عبد المجيد معرفش ايه راح زيارة للجزائر الجنوبية الجمهورية الشقيقة في تندوف، وقعد يتكلم معاهم عن مشاكلهم، فقال لهم عارف ان عندكم مشاكل سكن وعارف والجزائر دي على فكرة راحت في مصيبة خدتها لكن احنا انقذناها، يعني فساد وسنين فساد وضياع. المهم الراجل قال كلام انا ما اعرفش بيقول الكلام ده بناء على ايه، والناس بتسقف له بناء على ايه. يعني قال لهم البلد ضايعه ومنهاره وانا عارف ان انتوا رايحين في مصيبه وما عندكوش سكن، وثم يستظرف. مررتي انا لو حصل لي حاجه ذنبي في رقبته. يستظرف ويقول لهم بعد ما يقول لهم بقى انا عارف ان ما عندكوش بنيه تحتيه وما عندكوش سكن وما عندكوش حاجه، والميه عندكم ما عندكوش ميه، والميه طعمها الذوق في الماء، الذوق في الماء اللي هو يقصد طعمها، يعني الذوق ما تنفعش في الشاي. وابو مسقفين وكر حاجه. يا دمك يالا. وجبت لك انا بقى رد الناس عليه اللي بيسقفوا دول من وراء قدامه، ما قدروش يقولوا له يا عم احنا ضايعين، مع ان من وراء هوريك فيديو ليهم بيقولوا بيشكوا مر الشكوى. وهو يقول يعني اسمع الاول الضغط وتعالى ما اقول لك بقيه حكايته هو بلسانه قال ايه عن البلد اللي رايحه في مصيبه، واوريك برضو الجزائريين سكان المنطقه المفروض غنيه دي، تندوف دي والمناطق الجنوب من الراست والاماكن دي اللي فيها البترول وفيها الخيرات وفيها الموارد كلها، لكن مساكين. بل انهم بيقول لهم حتى في العاصمه الجزائر كلها راحت في مصيبه خدتها. اسمع الاول النكته الذوق وتستنى احكي لك بقيه الحكايه. عارف اللي فيه مشكل تاع السكن، عندكم مشكل تاع الماء ناقص، وحتى الذوق نتاعو نعرف اللي ما يجيش به لاتاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الوزير اللي جنبه بصله اللي هو يا دمك يالا يا دمك يالا. ايه ده الذوق؟ ما عندكوش الماء، ما عندكوش حاجة، ما عندكوش السكن، ما عندكوا قالوا عارف ان انتوا ضايعين مرة، يعني واصلك واصلني، عارف البلد ما فيهاش، واصلني بلد رايحه في مصيبه، ايوه عارف. طب ايه الحل؟ انا عارف انه ما بيجيش في الاتايه. وهم سقفوا له اليوم بطوله. طيب ماشي، وبعدين؟ طب انت عارف انه ما بيجيش معاه الاتاي، طب نعمل اتاي بايه يعني؟ طب وبعدين؟ طب وحلك ايه لما جيت الزياره بسلحتك الكريمه يعني؟ ايوه، طب والحلول يعني هتحلها لنا ازاي؟ انما يقعد ما خطاباته دي ما اعرفش بيتكلم من اي منطق. يعني اسمع. مشاكل تاع التنميه مثل اخوانكم الاخرين الجزائريين، يعني لا البلاد انتم عارفين فاتت معها مرحله نتاع ركود، ومرحله نتاع نهب، ومرحله نتاع فساد، ومرحله نتاع وكادت ان تنهب ريحنا انذاك، يعني بالضربات نتاع الخصوم والاعداء وصلت الجزائر، يعني تقريبا ما كانش عندها مولد اللي يحتقمها. الحمد لله، بفضل الله عز وجل وبفضل الرجال اللي عاودوا وقفوا، وبفضل الجيش الوطني الشعبي، والجزائر رجعت مكانتها. اليوم نتباهى ببلادنا ونتباهى بكوننا جزائريين، نتباهى بين الامم. كمية خرطي تعشي عرس، تعشي فرح، كمية خرطي قالها في ده. طبعا اعدائك مين اللي استهدفوك؟ انتوا العشيرة السوداء، 10 سنين بتدبحوا بعض انتوا في بعض. العصابة اللي بتقول نتيجة العصابة، طب انت عملت ايه؟ لغيت العصابات؟ العصابة اللي موجودة اعصب من العصابة اللي فاتت، يعني انت جيت كونت عصابة اعصب من العصابة اللي فاتت. الجيش الوطني الشعبي الحر والاجنحة المتصارعة بينه مسلط على الشعب اعصب من العصابة اللي فاتت واللي قبلها من ايام كتالوج هوارب ومدين، وانتوا نتاج كتالوج هوارب ومدين، نتاج
سابت جوزها مفتوح وراحت تداوي ممدوح، نتاج اختلال الاولويات، نتاج تبديد الثروات، نتاج عدم السياسه والجهل بالسياسه وعدم الدبلوماسيه وعدم كل حاجه. يعني ده نتاج. لكن الحمد لله الحمد لله اللي هو طب ايه؟ دلوقتي نتباهى بالجزائر اللي هو ايه؟ طب ما تورينا. يعني انا نفسي مره تقول جمله مفيده، ورينا اللي هو ايه يا جماعه، احنا مش شايفين واعذرونا يا عم، احنا جهله. انا جاهل، انا مش عارف. وريني انت، ما تقول لي 1 2 3 4 5 شوف اهو ده عملنا ده انجزنا ده. انما هو بنفسه في نفس خطابه ما فيش، ما احنا كنا ضايعين، لا الحمد لله يعني. طب عملت ايه؟ ولا حاجه، لسه ضايعين بس. اي كلام. هو نفسه بيقول ما عندكوش ميه، طب عملت لهم ميه، طيب انت عرفت مشكله، حلو، امنا بالله، هايل، عرف ان مفيش ميه وما بيجيش معاه الاتايه. طب طب كويس، وبعدين هيفضل نفس المشكله، ما تشربوش اتاي. ايه ده؟ دي ايه دي؟ والله العظيم ما فاهمك، انا عايز افهمك. طب قول لي الانجازات. طب قلت لهم هنحللكم مياه البحر ان شاء الله مليار و300 متر مكعب هم كمان. طب اللي في الجنوب دول هتعمل لهم ايه؟ طب قلت لهم حلول، بما انك ما شاء الله عارف ان حتى الميه ما بتنفعش للاتاي. طب وبعدين؟ ولا حاجه ولا حاجه. طب اسمع، الخير فوز منا ديارنا يضرب بفقالنا ما ناكلوش، انا شحالين ويانا يا احمد قولوا كاينه مؤامرات نعدوها لنا يكفى ورا تكفى، ما هو اليوم ما هو غدوه ما هو العام هذا ما هو العام اللي قدامه، انا شحالين هو الخير انا وانا شحال. دول اهل الجنوب اللي هو قاعد معاهم يقول لهم الماء ما ينفعش بالاتايه. عرفت؟ فهمتكم، فهمت الكل. دول قال بيقولوا جعانين مش لاقيين، منطقه غنيه ومش لاقيين، مفيش اي حاجه، ومش من اليوم ولا من امبارح ولا من اول امبارح ولا بكره، وناس اهم كلهم بيقول لك جعانين جعانين. انت بتكلمني في الاتاي؟ جعانين. انا عارف. بس ما بتعرفوش تعملوا الاتاي. والوزير يبص له اللي هو ايه يا عم؟ ايه يا عم الخرط ده يا عم؟ لكن البلد كانت هتضيع زي ما كانت البلد نتيجة الأعداء المراك. لا والله أكبر عدو للبلد هو أنتم، والله العظيم أكبر عدو للبلد هو أنتم. وكتالوج محمد إبراهيم بخروبة الشهير بوارب ومدين إلى يومنا هذا، من يوم ما ربنا سلطكم على الجزائريين فأنتم أبشع من الاحتلال الفرنسي، أقسم بالله العظيم. قول لي يا اخي، طب انت عملت ايه؟ كنت رخصنا هنجيب الاموال المنهوبه والجزائر الجديده. عملت ايه؟ لا لاقيين ميه في العاصمه. هو قال زيكم زي اشقائكم في الجزائر الشماليه، كلنا في البؤس سواء، كلنا في البؤس قرقور. ايه ايه طيب؟ عايز طب ايه؟ الوزير جنبه والله العظيم ناقص يلسعه على يا عم الله يا اخي يا الوزير جنبه ما ايه ده؟ اسمحوا لينا يا جماعه، ده كويس انه ما عملش كده. خدوها الادعاء سقفوا له اليوم بطوله. ايه ده؟ ايه ده؟ طب عملت لهم ايه؟ طب قلت لهم وعود ايه؟ طب هتحل مشاكلهم ازاي؟ طيب هيعملوا اتاي بايه؟ طب هيعملوا اتاي بحموده ابو علام بالمنابه؟ طب ما تقول لهم الحل. لا انا عارف، انا عارف انا. بس شيء عبثي والله العظيم، اقسم بالله العظيم ده الجنون بعينه. لكن انقذنا البلاد. كان في فساد وكان في صراعات وكان في الاعداء من الخارج. طب حميت البلد من اعداء الخارج؟ لا، لسه بيبعتوا الجراد ياكلوا العشب، ولسه بيبعتوا الزعاطيط تولع في الغابات، ولسه عاملين فينا مرونينا. لكن كلهم اعداء، وهم اللي هربوا امير ابو راوي من تونس على الحدود التونسيه، وهم اللي بيدخلوا القرقوبي، وهم اللي بيدخلوا الكوكايين، وهم اللي بيدخلوا الزطله، وهم اللي يعني عاملين فيك كل الاعناء. ما احنا الحمد لله الرجال انقذوا البلد. انقذت ايه طيب؟ ده انت بلسانك ما انقذتش، ده انت لو وحلتها اكتر.
يعني انت حصرتها بايدك رامبوا، وقطعت انبوب الغاز اللي كان بيجيب لك فلوس، ورحت اديت الغاز لجورجينا ببلاش لايطاليا، وجورجينا قالت لك، قامت لسعاك على قفاك وعامله عقود بعد ما تنتهي من عندك 26 مع قطر في شركه هي الشريكه فيها، اني اظن شركه بتاعتها هتستخرج من قطر عشان تكمل لها وتضمن عقود لمده 27 سنه بعد ذلك. يعني ضحكت عليك بصراحة كده، ده انت نيلت الدنيا. ثم بعد ذلك صراعات مع المغرب، وصراعات مع النيجر، وصراعات مع مالي، وصراعات مع تشاد، وصراعات مع ليبيا، وصراعات مع تونس، وصراعات مع الامارات، ومع مصر، ومع السعودية، ومع اسبانيا، ومع فرنسا. يا واو، ده انت عملت في البلد اسوأ مما عملت فرنسا، والله عملت في الجزائريين ابشع مما عملت فرنسا. لكن الحمد لله تشربوا الشاي، ها الميه وحشه، ها مره باذن الله، اي كلام. راح يقعد يقول لهم اي كلام يا جماعه، رئيس اي كلام. يقعد الخطاب العدس عم ده شيتو تاكلوه في الصيف ليه؟ ما تاكلوش العدس في الصيف. لا هحكمه وهنفوخ وهندمه، اي كلام برضه. شيء ما يمكن ان تصدقه، ولا يمكن ان تفهم الناس دي عايزه تروح فين وتيجي منين، ولا تفهم واله. تعيا ما تخمم، تعيا ما تفكر، ما تلقى واله، ما تلقى واله. وانا بفضل الرجال والجيش الشعب واخد معاه شنجريح الحاكم الفعلي في كل حاجه. في عمرك شفت حد رئيس ملك اي حد واخد معاه رئيس الاركان منين ما يروح الا في الاحتفالات العسكريه؟ رئيس الاركان ايه موقفه من الاعراب؟ هو الحاكم الفعلي. يقول لك انقذناه بفضل رجال. الرجال مين؟ يا الله ما فيها رجال، لو فيها رجال ما تكون انت موجود على راسها. راح جمهوريه تندوف الشقيقه الجنوبيه زي ما انت شايف، قاعد يقول لهم كلام هلفطه في هلفطه، مع ان دول اكتب كده على اليوتيوب من فضلك، راجع ورايا تمن رست، الحياه في تمن رست، الحياه في جنوب الجزائر، الحياه في تندوف، الحياه في... وشوف. انا ما تصدقنيش، اكتب انت وقلب وشوف على جوجل على اليوتيوب واتفرج. اما لقيت بؤس ومعاناه. المفروض رايح رئيس الدوله زياره ليهم معاه اجنده. انا عارف ان عندكم مشكله مياه، لكن كونوا هنيين، هنجيب لكم الميه، هنعمل لكم نهر صناعي، هننزل لكم مطر صناعي، هنحللكم مياه البحر، اي حاجه يعني تقول حل. انا عارف انه ما بيجيش في الذوق بتاعه وحش. ده البيبي بتاعنا، ده الواد الحار، عشان كده ما بيجيش من الاتاي. عرفت ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين ولا حاجه، ومشي وهم الله. بس كده، بس كده. طيب عملت لهم مشاكل في السكن، انت عارف ان عندهم السكن، انتوا في الخلا، انتوا في الصحراء، خيم. خيم يا جدة، كنت لازم تتنبك في دار يعني، ما الخيمة الخلا. هو اي كلام، اي كلام. اطلع انت بقى بجملة مفيدة. الناس تصرخ والرئيس خارج الخدمة، رئيس مش موجود، رئيس عايش في عالم تاني، يمثل لافريقيا ما تمثله الصين للعالم، زي ما انت شايف كده. مورستان يا ودي، والله العظيم دي الحكاية. اشوفكم على خير.